يا مساء الخيرات عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو مختلف تماما. بسميه بقى فيديو الروتين الست المصرية الأصيلة اللي هي تقريبا بتقف طول النهار في المطبخ، وفي الآخر بقى بيتقال لها ايه؟ انت كنتي بتعملي ايه كل ده؟ ده 10 دقايق بالكتير قوي يكون خلصت الأكل اللي انت بتعمليه ده كله. طب يا سيدي تعالى بقى شوف بقى الأكل اللي بيتعمل والدنيا ماشية ازاي. طبعا الفيديو ده اختصر في 6 دقايق، بسيط سهل قوي. لكن في الواقع المرير اللي احنا عايشينه كل يوم في المطبخ احنا مش اقل من 3 4 ساعات، ويمكن اكتر كمان لو بتعملي كذا اكلة في يوم واحد. قلت بقى هعمل اليوم ده محشي. جبت كوسة وكان عندي فلفل. بصراحة اللي شجعني اليوم ده ان انا اعمل كده، كان عندي رز الخلطة من قبل كده حاطاه في الفريزر، شايلاه في الفريزر، وقلت في اي وقت تاني هجيب حاجة بسيطة كده واعمله كده في يوم خفيف يعني. المهم جبت بقى كان عندي فلفل رومي، كام واحدة كده. هم بصراحة ما بيحبوش الفلفل، بيحبوا الكوسة، فقلت بقى هزود الكوسة اكتر، جبت كيلو تقريبا. وكان عندي الثلاث فلفليات الحلوين دول، فلفليات، مش عارفه ايه اللي انا بقوله ده. المهم يعني ايه فلفل رومي بالاخر يعني. المهم يا ستي جبت بقى وظبطته. بصوا طبعا كنت جايبه طبعا حاجات تانية. فراولة قلت بقى هشيلها رمضان، بحب قوي اعملها عصير في رمضان. وكمان كنت جايبة كنت جايبة ايه تاني؟ انت شفتوا في الفيديو ايه؟ طماطم. وكنت جايبة كمان آم، برتقان، بحيث ان انا كنت هعمل يعني بسكوت برتقان، هعمل كيكة برتقان، مش عارفة يعني. المهم جبت بقى الفراولة، غسلتها كويس وقلت بقى ايه تتصفى على مهلها خالص عشان بعد كده اشيلها في كيس واحطها في الفريزر. اما بالنسبة للمحشي بتاعنا، الرز اللي كان عندي اهو هفكه. لو طبعا انتي مش مستعجله، انا كنت بصراحه يوميها مستعجله شويه وكده، بحيث ان انا يعني قعدت فتره عبال ما فكرت هعمل ايه وكده. المهم لما بتطلعيه من الفريزر بتسيبيه من اول اليوم كده الصبح بدري لحد ما تيجي تعمليه هتلاقيه فرول خالص معاكي وتمام. جبت بقى دلوقتي الحشو بتاعنا وكمان المحشي. هحشي بقى زي ما انتوا عارفين وكده. اتفرجوا بقى معايا بقى ايه. طبعا مش هقول لكم احشي ازاي ومش احشي ازاي، ده انتوا اساتذه يعني، المحشي ده بالذات لعبتكم يعني. عارفين زمان احنا في اسكندريه عامه المحشي ده بالنسبه لنا كان يعني، بصوا بنحضر له قبليها بثلاث اربع ايام. والله يعني يوم مثلا كانت ماما حبيبتي الله يرحمها كانت بتجيب الكرنبايه دي بتتسلق في يوم وتتركن. مش عارفة تاني يوم بنجيب ايه ويتركن، والخضرة ويتركن، تالت رابع يوم بقى احشي، فاهمة؟ وفي الاخر تقول لنا ايه ده يعني انا بشتغل في كل الحاجات دي وفي الاخر نص ساعة الاكل ده بيخلص يعني ما بيقعدش. فعايزة اقول لكم بجد المحشي بالنسبة لنا كان كارثة من الكوارث. لكن السمك ده كان اسهل مما يكون حقيقة. السمك ده كنا بناكله 4 5 أيام في الأسبوع ما بنزهقش، طبعا بأنواعه وبأشكاله وكده. طبعا انتوا عارفين دلوقتي الدنيا غليت أكتر بكتير من زمان، لكن احنا ما كناش بنحسين طبعا واحنا صغيرين. كانت الدنيا حلوة وجميلة وكل حاجة. فكل القصة بقى ان لا عندنا المحشي ده يعني لا، ممكن مرة في الشهر بيتاكل. ممكن اصلا ما بنجيبهوش ما ناكلوش. كان الاكل العادي والسمك كان اساسي عندنا. فاكتشفت بقى لما جيت القاهرة لا، لقيت المحشي ده اساسي هنا على كل سفرة مصرية. هو حلو كل حاجة طبعا، بس بالنسبة لي انا تقيل شوية عليا. المهم نرجع لمرجوعنا بقى. اللي عملت بقى المحشي خلاص حشيناه تمام. وجبت بقى كوباية وحطيت فيها توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل. ولو حابين شطة حطوا، لو حابين حامي يعني. انا عامة عندي الحامي ده صعب شوية. حبة مية سخنة هدوبهم كويس قوي وهنزل بيهم على الحلة. المية بالنسبة للكوسة والفلفل ما بكترش قوي، يعني ربع الحلة زودت شوية من الكاتل مية سخنة. لان كده كده الكوسة اصلا الياف فهي بتنزل مية كتير، فانا مش هضيف لها مية كتير زي مثلا الكرنب او زي الورق العنب. وفي الاخر معلقة سمنة
يعني صغيرة بلدي حلوة كده، بتدي طبعا نكهة حلوة جدا للمحشي، او لو عندك زبدة ماشي مفيش مشكلة برضو. وبس، حطه بقى على النار ونظبطه تمام ونسويه عادي خالص. وكان اليوم ده حقيقة كنت مبسوطة جدا ان الحلقة دي خلصت بسرعة جدا، لان اكيد كل واحدة فينا وراها شغل تاني خالص غير المطبخ ده اكيد. بس يا جماعة ادي كان الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا مبسوطين معايا واستمتعتم بهذا اللك العظيم. يلا اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، باي باي.